كوكو لي في جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت ندير واحد الوصفه اللي كانت ديرها جداتي الله يرحمها، وقلت غادي نشاركها معكم. علاش لا؟ وصفه زوينه للشعر. منين قلت وصفه جداتي يعني وصفه طبيعيه 100% واباز الاعشاب الطبيعيه. بيان سور راحنا عارفين جدواتنا اللي باقا عايشه ليها الله يخليها لكم، واللي ماتت الله يرحمهم. صراحه انا تنفتقدها بزاف وانا تنعيط عليها ميمه، يعني كما شفتوني تنتعكل في هذيك جداتي حتى نسى نبغي نقول ميمه. نبداو في الوصفه. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الورد، ومعلقه كبيره ديال الخزامه، معلقه كبيره ديال حبات البركه، عندي زريعه الكتان حتى هي معلقه كبيره، وبطبيعه الحال القرنفل، عندي حبه حلاوه اولا اليانسون، المهم كل دوله شنو تتسميها، وعندي هنا الازير اولا اكليل الجبل مع الزعتر اللي ديجا مجففاهم ودايرهم في واحد البواطه محتفظه بهم. الا كانوا عندكم هاد الاعشاب طريين ممكن انكم ديروهم من الاحسن، انا ما متوفرينش عندي، يعني عندي مجففين. بالنسبه للزيوت على اختياركم، الزيت اللي بغيتو تضيفوه ممكن انكم تضيفوه لهاد الخلطه. بالنسبة للورد فهو غني بالمعادن والفيتامينات، وعندها واحد الدور أساسي اللي تيحفز في نمو الشعر وكذلك تحسين فروة الرأس. غني بالأحماض الدهنية، تيعاون على تكتيف هذوك الخصيلات أو داك الخلف اللي تيكون للقدام وتيحاول أنه يطولوا، وكذلك تعزز من تدفق الدم في فروة الرأس، وحنا عارفين هذه القضية هي اللي تتسرع من عملية نمو الشعر. البنات اللي جداواتهم باقيين عايشين الله يخليهم ليهم، حاولوا انكم بروفيتي من هاد الشيء زوين بزاف. عرفتي انا دابا تنصيب هاد الوصفه وفيا واحد الفرحه، فيا واحد تنشم ريحه ميمه الله يرحمها في هاد الوصفه. تنفتقد الغسول كيفاش كانت تصيبو، يعني داك الشيء الطبيعي سبحان الله تتشمي واحد الريحه، ما عرفت شنو هو واحد الاحساس ديال هاد الريحه. هنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخزامه، يعني على حسب لا كونتيتي ديال الزيت اللي غادي ديروا. انا صراحه غادي ندير قرعه مع ما كبيراش بزاف، باش كل 15 يوم اولا كل شهر نقدر نبدلها. غادي نزيد القرنفل، حبه حلاوه حتى هي غادي نضيفها، واللي غادي تجي غريبه اليانسون، فهو الزيت ديالو هو مناش تصيبوا شامبوانات وسورتو لي زابري شامبوان اللي تيرطبوا اللي تساعدوا على ترطيب الشعر. ضفت ازير اولا اكليل الجبل والزعتر. بالنسبه لزريعه الكتان انا طحنتها، عاد غادي نضيفها على المكونات باش تعطي المفعول ديالها اكثر. وبالنسبة لزريعة الكتان أو بذور الكتان فهي غنية بالفيتامين أو. طحنت كذلك حبة البركة باش تعطي مفعولها أكثر، ودوره في هذه الخلطة هو منع تساقط الشعر وتثبت دوك البصيلات ديال الشعر اللي تينبتوا. غادي نضيف واحد 3 القطرات ديال زيت الحامض اولا زيت الليمون، اختياركم نتوما. بغيتو تزيدوا زيت الخروع، زيت اي زيت بغيتو تضيفوه ممكن انكم تضيفوه. وهنا غادي نضيف مزيج ما بين زيت المائدة وزيت الزيتون. زيت المائدة اللي تعطي واحد اللمعان للشعر ديالنا وتخليه يحافظ على اللون الطبيعي ديالو، وتيخلصنا حتى من القشرة، يعني تعاون انك تخلصي من القشرة. زيت الزيتون فاحنا عارفين الفوائد ديالو، ولكن ما تنديروه حتى تنسخنوه واحد شويه باش يتحيد منه الاملاح. نغطيو القرعه ونخلطوها مزيان، ونحاولوا اننا نغطيوها ونديروها في واحد المكان
يكون مظلم، مرة نبقاو نحركوها واحد 3 أيام، ومن بعد ممكن أنكم تشقوا بها شعركم. يعني راه زوينة بزاف، واحد 2 أو 3 سوايع، ومن بعد غسلوا شعركم بطريقة عادية. ممكن أنكم تستعملوه حتى لوليداتكم، غير وهي تخليوها ما بين 20 حتى 30 دقيقة وتغسلوا لهم شعرهم. فهو زيت زوين وتعاون على طرد حتى دوك الحشرات اللي تيجيبوا من لي زيكول وما تيخليهمش يتكونوا. وبما اننا جبدنا الوليدات صغار، فبنتي حتى هي بغات تشارك معكم باطا مودلي اللي تناخدوها اولا داك العجين. غير هذا عجين صحي، يعني الا كانوا عندكم حتى وليدات صغار وداروها فمهم ما عندكم ما تخافوا، لانه كلها من مكونات طبيعيه 100% ومتوفره عندنا في الدار. كما شفتوا المكونات سهله وبسيطه متوفره في كل دار. الكاس اللي عبرتو به هو اللي تعبروا به المكونات كاملين: 2 كيسان ديال الدقيق، كاس ديال الملحه والماء. يعني نورمالمون تيكونوا 2 كيسان ديال الماء، يعني 2 كيسان ديال الدقيق و2 كيسان ديال الماء. هنا غادي تقسم هذاك العجين وغادي تفرقهم على الالوان اللي بغاو وليداتكم. انا بنتي هنا اختارت 3 ديال الالوان هي باش بغات تخدم وباش بغات تلعب، وغادي تلونهم بملونات غذائيه طبيعيه. بالنسبه لهاد الباطا مودلي من الاحسن نعطيوها ليهم هما يصيبوها، فهما تيحسوا بواحد الفرحه. ما تصوروش بنتي في هاد الاثناء فرحانه وهي تتصيب هاد الباطا مودلي، الوغ فاش كملاتها احتفظت بها ولات مخبيها، حيت هي اللي قادتها. فاش هادوك اللي كنا تنشريو يعني كنتي فين ما تدوري في الدار تتلقاها مليوح داكشي، ولكن منين صيبتها هي بدات مخبياهم في لي بواط ديالهم وخايفه عليهم وتتلعب مع بيهم وهي عارفه بان هي اللي قادتهم. تنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.